ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى معانا حلقه المخللات. هنعمل ليمون وهنعمل حبه خيار كده، وهنعمل لفت طبعا اللي هو الرئيسي معانا النهارده في الحلقه. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ليمون ازاي. هنا بقى معايا 2 كيلو ليمون مفتحاه كده زي ما انتم شايفين نصين، ماشي. وحاطه ميه على النار، هسيبه ياخد نص سلقه بس كده، يعني مش هسيبه يتسلق سلقه كامله، لا هحطه بس ان هو يتحط في الميه السخنه بس شويه، بعد كده هطلعه. هنا بقى محضره للليمون، محضره ملح، ماشي، وحاطه عليه شطه ومقلباهم مع بعض اهو. وده اللي هو الفلفل، لون الفلفل الاحمر ده فرمان، وزي ما انتم شايفين اهو حاطه عليه من الخلطه دي، وحاطه عليه ماشي هو فرمه ده بس، واللي هو الفلفل ده، وحاطه عليه ملح من اللي هو بالشطه ده بس. اوكي، دي بقى مكونات الليمون. ماشي، لما يتسلق بقى نشوف هنعمل ايه. هنا بقى معانا لما الليمون ياخد سلقه معايا بس هحضر معاكم الخيار. هنا جايبه خيار، هقطعه، اغسله الاول وبعد كده اقطعه واوريكم هعمل ايه. بصوا الخيار اي تقطيعه انت تحبيها، بس انا بحب اقطعه كده، اللي هو اقطع الخيار 4 ارباع. ماشي، اقطع بقى الكميه بتاعتي كلها وبعد كده هكمل اوريكم ايه. بس طبعا الخيار ده اسهل من المخللات يعني، فاهميني؟ فمش هياخد وقت ان شاء الله يعني، وبيستوي بسرعه كمان. هنا بقى انا قطعت الخيار، وطبعا بحط معاه فلفل حامي ده اساسي يعني، عشان احنا بنحب الشطه قوي. وهنا بقى الليمون بتاعنا استوى. تعالوا بقى اوريكم هنعمل فيه ايه. بصوا بقى هنعمل ايه. هنمسك الليمونه كده، ماشي، نحط فيها الملح. انا بعمله كده مخلل مش بعصفر، ماشي. وبعد كده هنحط تحت كده في البرتقال، وهنعمل نفس الموضوع برضو هنا. مفيش اي صوت برضو عشان سخن، نحط برضو في البرطمان. هعمل بقى باقي الكميه واوريكم هنعمل ايه تاني. الكميه كلها اهو زي ما انتم شايفين، ماشي. هنا بقى الشطيطه اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، ماشي. هعمل كده، بسم الله. هنشوف بقى ثواني وهقول لكم. هنا بقى عملت ايه، خدت ميه من اللي سلقت فيها الليمون، حطيت فيها حبه ملح عشان تكون مملحه، وهنزل بيها برضو. طبعا الميه بتاعت الليمون ما بتترميش كده. ثواني بقى لحظه اهو، هنعمل بقى كده. اهم حاجه يبقى محكوم ده بسواه كده، ممكن مثلا تاكليه مثلا على رمضان كده، يعني كمان شهرين. لكن لو انت عايزاه سريع هتزودي السلق بتاعه شويه، تخليه يستوي في السلق اهو. شايفين لونه عامل ازاي؟ هو ده بقى اللي احنا عايزينه. كده خلصنا الليمون، هنخش بقى ايه على الخيار اللي هو اسهل حاجه، وبعد كده هوريكم هنعمل اللفت. كده خلصنا الليمون، هندخل بقى على المرحله التانية اللي هو الخيار، اللي هو اسهل حاجه اصلا. الخيار ده بقى يعني وانتي واقفه كده بتعمليه على طول، طبعا هي المخللات كلها يعني، بس ايه ده مفيش تفاصيل. هنحط بقى هنا الخيار كله في البرطمان او في الحاجه اللي انت هتخللي فيها، ماشي. طبعا التقطيعه اللي تحبيها، بس انا بحب اقطعه كده، ماشي. احط بقى الكميه بتاعتي كلها في الايه، في البرطمان بتاعي، وهوريكم هعمل. هنا بقى جايبين ميه دافيه سخنه، حاطه فيها ملح ومدوباه. ملح طبعا يبقى حادق عشان ده مخلل، اوكي. ومعايا بقى هنا هون، هناخد هو في السن بس، السن كبار، وهقطعهم. بس عايزه تفرميهم افرميهم، عايزه تقطعيهم قطعيهم، هما الطريقتين هيدوكي نفس النتيجه كده. بعد ما قطعنا فصين الثوم هننزل بقى ايه بالميه. هنزل بقى بالميه كلها لحد ما تغطيه وهوريكم. هنا بقى كده انا حطيت الميه كلها اهو، حطيت الثوم، ماشي. مش بحط اي حاجه تاني، بغطيه واسيبه يتخلل بقى براحته. ده اسهل بقى مخلل معانا. تعالوا بقى نشوف هنكمل نخلل اللفته مع بعض. هنا بقى معايا اللفته اهو، ماشي. جايبه لكم سليم اهو عشان اوريكم انا بعمل فيه ايه.
فطبعا اللفتة اهي بقشر كده اللي هو انضفه من كل الايه التراب والطينه والكلام اللي هو بيبقى فيه ده. مش طبعا بعد ما بقطعه بغسله. ماشي. ادي اللفتايه اهي معايا، بقطع دي. احنا يعني في ناس بتخللها وانا برضو بخللها، العروق دي مش برميها. ماشي. اي تقطيع تقطعها له محببه عادي. طبعا بتقطعيه بالقطاعه، بتقطعيه بالسكينه عادي، بس انا بقى هقطعه معاكم النهارده بالسكينه. هنا بقى انا كنت بقطعه معاكم، وطبعا تحبي تقطعيه بالتقطيعه اللي تحبيها، بالقطاعه بالسكينه. انا هنا كنت بقطعه بالسكينه. هنا بقى غسلته كويس قوي عشان بيكون فيه طينه وكده. بغسله كويس جدا بالميه، وبعد كده بعبيه في البرطمان او اللي هعمل فيه الحاجه اللي هخلل فيها. وبعد كده بكون مجهزه بقى البنجر معايا، بحطه في النص وبحطه تحت عشان اللون يعمل معايا فيه كله. اوكي. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين كده اهو، بحط شويه واقطع قطعتين شويه وقطع. هنا بقى كنت مجهزه محلول الملح معاكم، ميه دافيه وحط عليها الملح وبقلبهم كده لحد ما الملح يدوب معايا، وبعد كده هحطه في البرطمان ان هو يغطيه. ماشي. زي ما انتم شايفين كده اهو، افضل اقلب وبعد كده احط فيه الايه املى بقى البرطمان كله. هنا كنت خلصت معاكم المخلل. انا حبيت ان انا اوريكم انا بعمل مخلل ازاي، الليمون والخيار واللفت. يعني انتوا عارفين ان البيت ما بيخلاش من غير مخلل. عايزه اقول لكم تعملوا لايك وشير وكومنتات حلوه زيكم، وتعملوا متابعه لو اول مره تشوفوني.